سعد المجرد يمثل اليوم أمام المحكمة بخصوص قضيته في فرنسا بعد سنوات على اتهامه. إليكم تفاصيل شهادة سعد المجرد أمام المحكمة. هذا ما قاله سعد المجرد أمام القاضي: لقد انتظرت هذه اللحظة لما يقرب من 7 سنوات لأخبركم بكل ما تريدون أن تسمعوه عن هذه الحالة التي أذتني وأذت أحبائي كثيرا في السنوات الأخيرة. مع هذه المشكلة عانيت من ضغوط كبيرة واكتئاب، لكنني حاولت محاربتها وعدم الاستسلام، خاصة بعد 7 أشهر في السجن السوى الإلكتروني 6 أشهر. حاولت الحفاظ على مسيرتي الفنية، منعت من ممارسة هذه المهنة لمدة 3 سنوات تقريبا بسبب هذه القضية. لقد منحني القاضي الإذن بمواصلة إنتاج الأغاني على اليوتيوب للعيش. ما زلت أعيش بشكل أساسي من مقاطع فيديو اليوتيوب خاصة بي. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرا للغناء خارج فرنسا، حيث سمحت له المراقبة القضائية للغناء في الخارج. سعد يوضح أنه يكسب من 10 إلى 15 ألف يورو شهريا، مما يغطي نفقاته المتعددة في باريس. أنا أعمل بجد من أجل هذا المال.